مشهد مرعب. تعرفين يا جماعه السماوات دي بس يعني السماء الدنيا في السماء الثانيه كايه؟ كحلقات في فلاة. حد بيعيش المشاهد دي؟ يعني حد عمره تخيل انه عنده صحراء بمساحه الصحراء ومرمي فيها حلقه، فنسبة تلك الحلقة إلى هذه الصحراء قد إيه؟ معدومة، صح؟ يعني ممكن تقول إلى الصفر. هذه السماء الدنيا إلى الثانية. السماء الدنيا احنا أصلا ما بنشوفها، يعني مش شايفينها دي ومش عارفين نحيط بيها يعني علما. هي كحلقة في فلاة بالنسبة للسماء الثانية، والثانية في الثالثة كحلقات في فلاة، كحلقات في فلاة. فانت متخيل يعني تخيلوا كده الحلقه اللي مرميه في صحراء دي، ماشي؟ الصحراء دي بقى تخيلوها حلقه في صحراء ثانيه. مشاهد مرعبه. والثالثه في الرابعه كحلقات في فلاة، وهكذا الى السابعه. والسابعه في الكرسي كحلقات في فلاة. كرسي هنا بقى يا جماعه لو هو المخلوق الذي ذكرناه، فشوفوا حجمه قد ايه. ابن عباس بيقول في الايه دي بقى، بيقول ان السماوات السبع والارضون السبع لو بسطت وبعدين اتلحمت بعضها في بعض كده، تخيلوا المشهد ده، وان كل سماء في الثانيه كحلقه في فلاة، والمنظر المرعب ده لو بسطت واتلحم بعضها في بعض كده ووصلت بعضها الى بعض، الكرسي يسع تلك السماوات والارض. وده مخلوق من مخلوقات الله، ومش أعظم مخلوقات الله، خلي بالكم، لأن قيل والكرسي في العرش كحلقات في فلاة. انتوا فاهمين يا جماعة؟ انتوا فاهمين؟ انتوا لو شفتوا المخلوق ده، احنا يعني لو يعني انا لا أبالغ، احنا ممكن نموت. يعني لو مخلوق بهذا الحجم. أنا مرة يعني قعدت أتأمل مع الشباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. الحتة دي تقطع في 500 سنة. وساعتها احنا قلنا احنا للأسف ما بنعرفش نتوهم تلك ومهم ان احنا نتوهم عشان نعرف احنا فين. احنا مخلوق حقير لا يساوي شيئا الا بطاعة الله عز وجل وبالقرب منه سبحانه وتعالى. احنا لا نساوي شيئا. قلت لكم تخيلوا، او قلت للشباب ساعتها تخيلوا ان احنا شفنا مخلوق فجأة رقبته قد طريق مصر اسكندرية. فجأة ظهر لك مخلوق رقبته قد طريق مصر اسكندرية اللي انت بتاخده في ساعة ونص. هيحصل لك ايه؟ انتوا فاهمين احنا بنتكلم في ارقام شكلها ايه يا جماعة؟ يعني نتكلم في ارقام عاملة ازاي؟ ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة 500 عام. ده شيء مرعب. والمخلوق ده بقى ده واحد من حمل، ده ملك من حمل. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة. ده مخلوق، احنا مش بنتكلم عن الإله، احنا بنتكلم عن مخلوق مرعب. طب هو ده أعظم مخلوق؟ لا، العرش أعظم المخلوقات. يعني الملك ده مش أعظم مخلوق. فالله جل جلاله بقى لا يتوهم. يعني احنا هنا ما بنتوهمش بقى، خلاص اقف هنا، اقف. ولذلك في الآخرة، يعني من مشاهد الآخرة انه هتأتي ملائكة السماء الدنيا، فايه يحصل ايه؟ يقوموا يسجدوا لهم أفيكم ربنا. عمرهم من عظم المخلوق اللي شايفينه ده ربنا في دول أكيد. فسبحانه لم يأتي بعد وهو آت. يبقى تيجي ملائكة السماء الثانية أعظم، فيقول أفيكم ربنا. سبحانه لم يأتي بعد وهو آت جل جلاله. وهكذا